السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بيكم في يوم جديد ومشكلة جديدة. من تتواصلوا معايا وتبعتوها لي على الفيسبوك، انستجرام، تويتر، اسمع كلام ستك، وعلى صفحة ستة كمان الموجودة على الفيسبوك، والرقم بتاع الواتساب الموجود تحت في التقفيصة بتاعة الوصف. تقدروا تبعتوا وين ما باتكم. بالنسبة للمشكلة بتاعة امبارح، في ناس أخدت بالها طبعا إن هي مشكلة. أنا كانت ردودي كوميدية، لأن أنا زي ما كنت عمال أقول لها أنت كل اللي همك تعرفي هو جه ولا ما جاش، وهي كانت عايزة فعلا حلول إن هي تعرف هم بيدخلوا الشقة ولا لأ من غير ما تواجهوا. فالناس بتقول لي أنت كنت بتردي عليها بحاجات ما ينفعش تقوليها لها ليه. قلت إيه ما ينفعش أقول؟ قلت ركبي كالون، قلت ركبي كاميرا، قلت حطي مبيد حشري في الشقه، بقى واحده بترش شقتها هي حره. يمكن الحاجه الوحيده اللي انا قلتها وبعد كده قلت لا انا بهزر، قلت لها كهرباء باب الشقه بس، لكن كل الحلول فعلا تتعمل. تقول له ان هي رايحه عند مامتها وتروح تودي ولادها وترجع هي تقعد في الشقه تشوفه جاي ولا مش جاي. ايه يا جماعه اللي انا قلته ما كانش صح اللي انا اقوله؟ يعني اكتبوا لي برضو بعد اذنكم ايه ما كانش ينفع ان انا اقوله. يلا بقى نيجي للمشكلة اللي معانا النهاردة، واللي معانا النهاردة مشكلة ذكورية. سلام عليكم، ازي حضرتك يا ام عماد؟ يا رب تكوني بخير، والاستاذ شريف يقول الله يخليك، تسلم يا رب، والولاد كلهم بخير. انا عايزه اخد راي حضرتك في مشكله، بس بالله عليكي من غير ما حد ما يتطاول عليا، علشان انا عارف الستات لما بيتجمعوا مع بعض على راجل بيعملوا فيه ايه. انا يا ام عماد متجوز من 6 سنين، الحمد لله زوجتي طيبه جدا، وكنا نعرف بعض من ايام ما احنا في ثانوي. احنا كنا جيران مع بعض في الشارع، وكان في ما بينا قبل الجواز نظرات وكده، بس انا الصراحه ما كنتش بروح اقول لها حاجه ولا بتكلم معاها، لاني كنت بحترم جدا ان احنا في شارع واحد. المهم هي خلصت الثانوي من هنا ودخلت الجامعه، وهي بتبادلني نفس النظرات اللي قلتلك عليها. لقيتها في سنة تانية عندهم هيصة في البيت بتاعهم، اكتشفت ان هي بتتخطب. طيب ازاي وهي كانت عارفة كل اللي ما بينا، وان انا كان في ما بيني وما بينها حاجة وهي كانت حاسة، وانا كنت متأكد ان هي كانت عارفة. بعدين علشان ما طولش عليكم، الخطوبة بتاعتها قعدت 6 شهور، وبعد كده اتفشكلت. فانا لما عرفت رحت لها الكليه بتاعتها، ورحت واتكلمت معاها وقلت لها انا كنت فاكر ان انت كنت حاسه باللي ما بينا واحنا زمان كنت في ثانوي. قالت لي انا كنت حاسه بس ما كنتش متاكده. قلت يمكن الاحساس اللي انا حاساه ده احساس كذب. وبعد كده لما اتقدم لي حد اتخطبت، لان ماما كانت شايفه ان هو حد كويس، وانا ما شفتش منك اي إشارة إنك هتيجي تتقدم أو حاجة. المهم قلت لها طيب تمام، أنا دلوقتي بشتغل والحمد لله وعايز أجي أتقدم لك. قالت لي طيب خلاص روح لبابا. ورحت لأبوها واتكلمنا، لكن أبوها ما عجبهوش وضعي اللي أنا كنت فيه، وإن أنا كنت لسه بادئ شغل، وقلت له إن هي لسه قدامها سنتين من الجامعة على ما تخلص أكون أنا كونت نفسي وحالي في شغلي بقى أحسن. ابوها رفض، وهي كمان ما شفتش منها اي موقف. وبعد كده اتخطبت للمرة التانية. كل ده وانا طبعا بتألم من جوايا وزعلان. وبعد كده فضلت الخطوبة بتاعتها لحد لما خلصت الجامعة بتاعتها 2 سنين، وقبل الفرح بتاعها بحوالي شهر كده ولا حاجة الخطوبة اتفشكلت. كنت انا الحمد لله في الشغل بتاعي ماشي كويس، وكنت قدرت اني احوش مبلغ مش وحش يقدر يفتح بيت. المهم رحت اتقدمت لابوها تاني، وبعد كده ابوها وافق واتجوزنا، وكانت حياتنا ماشية كويس لحد اول سنة. بعد اول سنة كده تقدري تقولي اني حسيت اني متضايق ومتغاظ منها، لانها ما كانتش بتاخد اي موقف ولا كان ليها اي دور ايجابي ناحية ان هي تدافع عن لما رحت. لا مش فاهمة يعني قصدك لما رحت تتقدم لها ما كانش ليها موقف ايجابي، ماشي، بس انا مش فاهمه الجمله اللي انت كاتبها، بس هي ده معناها يعني. فانا كنت زعلان قوي منها، وزي ما تقولي كده كنت بتلكك لها على اي حاجه. ساعات كنت بيبقى معايا حق وساعات تانية لا. يعني هقول لك موقف من المواقف اللي انا اتخانقت معاها فيها. انا بروح شغلي الساعه 9 الصبح وبرجع الساعه 7 بالليل. لما برجع ممكن الاقيها عند امها،
مع اني بكون متصل بيها واقول لها انا خلاص مروح على البيت، يلا روحي علشان تلحقي تجهزي الاكل، الاقي امها بتقول لي طيب ما تعدي تاخدها، وليه تروح لوحدها، مع ان المسافه ما بيننا وما بين امها تقدري تقولي كده شارعين، يعني مفيش دقيقه ولا دقيقتين مشي على الرجل. كل مره كنت بقول ماشي، لكن في مره كنت راجع تعبان جدا من الشغل ومش قادر اني اروح اخدها، قلت لامها لا تنزل، انا مش قادر اعدي اخدها علشان تعبان. قامت خناقه وابوها حلف ان لو ما روحتش خدتها هي مش هتنزل، وبرضه لقيت ان موقفها سلبي وسمعت كلام ابوها، وانا قلت لها خلاص خليها مش هاجي اعدي اخدها. روحت البيت وكنت تعبان جدا، نمت من كتر التعب، ما حسيتش بنفسي غير تاني يوم الصبح لقيتها هي وابوها بعتلي رسايل على الموبايل شتيمه وتهديد وانت وما عدتش خدتها، طيب والله ما هترجع لك البيت غير لما تجيب اهلك. وبعت لهم واتصلت بيهم واعتذرت بدل المره 100، وقلت لهم والله انا جيت نمت من كتر التعب ما حسيتش بحاجه وانا جاي لكم دلوقتي. ابوها حلف 100 حلفان ان هي مش هتنزل من البيت غير لما اجيب اهلي. اتصلت بابويا وقلت له الوضع كذا كذا، قال لي انا مش هتحط في مواقف العيال الصغيره دي، هو ايه اللي حصل في الموضوع علشان يكبر بالشكل ده. المهم امي قالت لي انا هاجي معاك، وجت معايا وقعدت تتكلم مع امها وقالت لها ما يصحش، يعني بيبقى راجع من الشغل تعبان، من حقه ان يرجع يلاقوا بيته متوضب والاكل بتاعه جاهز وبنتك قاعده مستنياه. راحت امها قالت لها عندك حق ومش هتعمل كده تاني. بقت بتعمل مشاكل من كده كتير، ارجع من الشغل واكون تعبان وعايز اقعد معاها، تقعد تتكلم في التليفون مع صاحبتها بالساعتين وبالتلاتة، لدرجة اني ممكن انام وانا قاعد جنبها وهي مش حاسة بوجودي اصلا. وبعد كده يا ستو بقيت احس ان هي بتهمل في الولاد شوية، يعني طول النهار قاعدة في الأوضة بتاعتها وقافلة على نفسها، وفين وفين لما اندهلها تقعد مع الولاد ولا تجهز لها حاجة، تجهز لهم حاجة، ساعات تطنش وساعات تقول لي ماشي وتخرج، وبعد كده يوم ويومين وحالها يتصلح وترجع تاني. مش عارف أنا اللي شاكك فيها وفي سلوكها إنها متغيرة أو بتعمل حاجة غلط، ولا أنا متحامل عليها علشان مش قادر أنسلها الموقف القديم بتاعها، وإن هي ملهاش أي موقف إيجابي معايا. أنا بحاول أختصر لك، بس خدي عندك بحاجات من دي كتير قوي، لدرجة ان في مرة قلت لها هو انا لو كنت ما جيتش تاني وتقدمت لك وكان حد هيجي يخطبك كنت هتوافقي تتخطبي ولا كنت هتقعدي تستنيني؟ قالت لي مش عارفة، انا ما فكرتش فيها، حسيت كده ان هي كان كل اللي يهمها انها تتخطب وتتجوز وخلاص. دلوقتي انا متضايق ومخنوق منها ومش عارف اعمل ايه. للعلم انا قاعد عند امي دلوقتي وقلت لها اني هروح عند اهلي اقعد كام يوم علشان انا نفسيتي تعبانه من المعامله الزفت بتاعتها، انا وعيالي كاننا مش موجودين في البيت، ولعلمك كمان الولاد موجودين معايا قاعدين مع امي، بتقوم الصبح تشوف فطارهم وتشوفهم محتاجين ايه وتعمل لهم كل اللي هم عايزينه. الولاد حاسين بفرق لدرجه بيقولوا لي مش عايزين نروح، احنا كلنا ساكنين في نفس المكان، يعني كله قريب من بعضه، بيت اهلي وبيت اهلها جنب بعض خالص. تفك ايه، تصدقي يا ستو ان محدش من اهلها فكر ان يجوا يبص على الولاد، وهي مره تتصل بامي تسال عليهم مره واحده بس في اليوم، وبعد كده تقول لامي لو احتاجوا حاجه ابقي كلميني. انا مش عارف اعمل ايه، حاسس ان انا عايز انهي ارتباطي بيها وحاسس اني مش عايز اكمل معاها. بالله عليكم تفيدوني من غير ما حد ما يجرح فيا. انا اختصرت لك مواقف كتير، بس لو عايزه احكي لك بالتفصيل انا هحكي لك. انا حكيت لك الحاجات اللي هي مهمله فيها، اهم حاجه بيتها وجوزها وعيالها، خدي بقى مشاكل اكتر من كده بكتير، بالله عليكم تردوا عليا. طيب تمام، يعني انا كنت هقول لك ان انت متحامل عليها علشان خاطر هي في الاول انت اتقدمت لها، لما اهلها رفضوا هي ما وقفتش جنبك، رجعت تتقدم تاني، رجعت هي تتخطب، الكلام ده كله، لكن ازاي تقول لي ان هي بتبقى قاعده في الاوضه قافله على نفسها واولادها قاعدين بره؟ يعني دي انت قلت متجوز من 6 أو 7 سنين، يعني حاجه كده، على ما مش نسيت والله انا قلت كام سنه. مش مهم، مش لازم اشوف. لكن
اطفال بالسن الصغير ده ازاي تسيبهم متآمن ان هم يبقوا قاعدين لوحدهم كده من غير لما حد يكون قاعد معاهم؟ انت حاول تقعد وتتكلم معاها لوحدكم، اطلب ان انت تخرج تقعد معاها او تجيبها في البيت تتكلم معاها، والولاد خليهم عند مامتك زي ما هم علشان تكون على راحتك. قول لها في ايه اللي حصل، انت بقيتي تتعاملي كده ليه، انت في حاجه مضايقاكي، في حاجه مزعلاكي. ما تقولش على طول ان انا بشك فيها، ما تقولش اصل انا شاكك في سلوكها، اصل كذا اصل كذا. انت لو كنت شاكك في سلوكها كنت هتحكي لي مواقف اكتر بكتير في ان انت شاكك في سلوكها. انت كل اللي انت قلته ان هي بتبقى قاعده في الاوضه، ما قلتش مثلا بتخرج، ما قلتش مثلا ما قلتش الكلام ده كله. فانت قصه انك شاكك في سلوكها دي معلش استبعدها، علشان دي مش حاجه سهله. ما تقولش انا مش بقول بحامي علشان انا ست وهي ست، لا، قصه الشك دي حاجه كبيره، وانت كده بتتكلم في سمعه مراتك، فخلينا نشيل دي على جنب. لكن عدم اهتمامها بيك وبالولاد، طيب اقعد معاها اسالها، انت قلت ان هي كانت بتتخطب من وهي في تانية جامعه، يعني شالت المسؤوليه بدري، اتجوزته بعد لما هي ما خلصت، يمكن تكون صغيره شويه، يمكن تكون الجيل اللي طالع ده شويه برضو مش زي الجيل بتاع سبعينات وثمانينات قعد في البيت والكلام ده، لا ما بقاش كده. عايزين يخرجوا يتنططوا يفضلوا قاعدين على الموبايلات ماسكين الموبايلات، وشوف دي عملت ايه ودي نزلت ايه ودي عملت ايه على الانستجرام، دي لا نزلت ايه على الفيسبوك، لا دي نزلت ايه على التيك توك. فبقوا اهتماماتهم، انا بشوف امهات كتير حواليا في السن ده فعلا هم مش مهتمين بعيالهم. يعني مش مراتك بس، مش حاله فرديه، انت بقى علشان حاطط في دماغك ان هي المواقف بتاعتها قبل الخطوبه، فانت متحامل عليها شويتين. اقعد واتكلم معاها واسالها 100,000 مره في ايه، لا اهتم بالولاد، لا اهتم بيا، لا مش عارف ايه. في ناس ما بتعرفش تتصرف، يعني في اب وام مثلا لما بيتحطوا في مواقف ان هو لا انا بنتي مش هكلمك، وانا هين كرامه بنتي ليه، انا اقلل من بنتي ليه. اقعد انت واتكلم معاها، حتى لو امك قريبه مثلا منها تقعد وتتكلم معاها، هو في ايه، انت ليه بقيتي مقصره في حق جوزك، ليه بقيتي مقصره في حق عيالك. لكن ما تقوليش طلاق وانفصال والكلام ده، علشان الكلمه دي مش سهله يا جماعه. انت مش صاحي من النوم زهقت من مراتك عشان انت قلت لها اعملي لي لوبيا فهي عملت فاصوليا فتقول لي اصل انا عايزه اطلقها عشان انا بحب اللوبيا ما بحبش. ما فيش الكلام ده. اقعدوا اتكلموا الاول، ولو عايزني يا سيدي انا اتدخل واكلمها انا ما عنديش اي مشكله، والله اديني رقمها وانا اكلمها لك. انتوا كمان يا ربنا يهديها لك يا رب ويهدي لك الحال، ومعلش بالراحه عليها، ويعني علشان خاطر ربنا لا انت ولا امك تقعدوا تتكلموا على ولادها قدامهم. عايزين تتكلموا يا سيدي، انا عارفه انتوا مش تقدروا تمسكوا نفسكم، ادخلوا اوضه الولاد مش موجودين اتكلموا زي ما انتم عايزين، لكن قدام ولادها ما تتكلموش على امهم. انتوا كمان يا جماعه سيبوا لي ارائكم، سيبوا لي ارائكم وكومنتاتكم وتعليقاتكم، اشوفكم بكره باذن الله في يوم جديد ومشكله جديده وفتح قلبك مع ست. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.